تخيل إنك ممكن تنقذ حياة 50% من الإصابات المميتة خلال دقايق بإذن الله، وبإيه؟ بعمليات بسيطة وسريعة. حلقات إنقاذ مصاب مش بس موجهة للأطباء وطلب الطب، دي لكل الثوار في المسيرات، ودي أمانة هحملها لك عشان المصاب ده ممكن يكون أخوك، صاحبك وجارك، وكمان ممكن يكون أنت. خد بالك، حلقاتنا هي إنقاذ مصاب مش علاج مصاب، عشان كده لو نسيت هفكرك. موضوع حلقة النهاردة هو عمل مستشفى ميداني سريع متنقل لإنقاذ مصاب وإنت ماشي جوه المسيرة. تكوين مستشفى ميداني الحقيقة مش حاجة سهلة وبرضه مش حاجة صعبة، عشان كده إحنا محتاجين نوعية خاصة من العاملين عليها، سواء أطباء أو مساعدين. محتاجين لعمل مستشفى ميداني 3 حاجات: فريق طبي، فريق مساعد، وطبعا مكان. صعوبة ده إيه وسهولته إيه؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة. صعوبته إن إدارة مستشفى ميداني محتاجة فريق طبي على الأقل 3 أطباء، وبكلم طلب الطب على رأسهم، ويختاروا واحد منهم هيكون هو المسؤول الأول، شخصيته قوية، عنده ثقة في الله، ثم في نفسه ياخد قرار سريع حكيم، ويعرف إن قراره ده هينقذ بيه روح مصاب. المسؤول الأول ده هيكون عينه في وسط راسه بيدور على مكان مناسب لمستشفى ميداني، وودنه مع أي حد بيقول مصاب، ويعرف يحدد بسرعة من 100 مصاب يختار واحد بس هو اللي بندور عليه. عشان كده لازم طول ما انت ماشي في المسيرة أو المظاهرة عينك على الأماكن اللي حواليك اللي ممكن تكون مستشفى ميداني لإنقاذ مصاب. مش بقولك محتاجة طبيب حكيم، عشان ممكن في أي لحظة الدنيا تتقلب حواليك. تنقي المكان إزاي؟ عينك على مدخل عمارة أو جراج إضاءته معقولة، يمكن تأمينه سهل، وسرعة عربية أو موتوسيكل ليه مخرج من الخلف. طب ما تيجي نعيش مع بعض كده لحظات ونشوف هنعمل مستشفى ميداني إزاي. حصل ضرب رصاص وخرطوش وسمعت مصاب مصاب، بسرعة تعرف نفسك وسط المسيرة إن انتوا أطباء مدربين، وبسرعة على المكان المناسب للمستشفى الميداني اللي عينك مختاراه، وبسرعة تطلب 10 متطوعين شباب قوي جامد يسمع كلامك، وتطلب منهم عمل كردون وحلقة محكمة ليها مدخل ومخرج، وممنوع تواجد أي شخص غير الأطباء المدربين معاك. دلوقتي المكان جاهز، المتطوعين عاملين كردون محكم، الدكاترة جاهزين لاستقبال المصاب. نرجع نفتكر تاني إن المسؤول الأول ده هيكون عينه في وسط راسه، يعرف يحدد بسرعة من 100 مصاب داخله، يختار واحد فقط هو اللي بندور عليه وهنستقبله وننقذه في المستشفى الميداني. والمصاب ده هيكون خرطوش أو رصاص في الرقبة أو الصدر أو البطن. يعني عايز تقول إن مصاب اللي خد خرطوش أو رصاصة في رجله أو إيده نسيبه؟ طبعا. طب رصاصة في الراس برضه نسيبه يا دكتور؟ انت نسيتوا إن حلقاتنا إنقاذ مصاب، والرصاصة في الراس مميتة ومش هتقدر تعمل لها حاجة. وبفكركوا تاني، حلقاتنا إنقاذ مصاب مش علاج مصاب. المنظر دلوقتي المتطوعين عاملين كردون محكم، ومسؤول المستشفى الميداني بيختار المصاب اللي داخل وينظم عمل المتطوعين، والأطباء شغالين مع المصاب، وفي دقايق هيكون المصاب جاهز للنقل الأقرب مستشفى لاستكمال علاجه. كل اللي احتاجناه مكان مناسب، طبيب حكيم مسؤول، ومعاه 2 مساعدين و10 متطوعين. واستنونا مع حلقة جديدة وإنقاذ مصاب.